عارف ايه اللي بيحصل في جسمك لما بتتوتر؟ جسمنا بيفرز هرمون الكورتيزول علشان يتعامل مع اي ضغط عصبي او توتر بيحصل او اي موقف مستدعي ان احنا ناخد فيه اكشن بسرعة او نتعامل معاه. فالغدة الكظرية بتفرز هرمون الكورتيزول، ساعتها الجسم بيكون محطوط في فايت اور فلايت مود علشان يقدر يواجه او يعدي الموقف ده. هرمون الكورتيزول كمان بيتفرز بصورة طبيعية كل يوم أول لما بنصحى، وبيبدأ يقل على مدار اليوم لحد ما بيختفي بالليل خالص، عشان هرمونات النمو وهرمونات المسؤولة عن النوم تبدأ تزيد، فجودة نومنا تبقى كويسة. اللي بيحصل بقى إن جسمنا لما بيتعرض لتوتر بصفة مستمرة ومش بيعمل أي حاجة علشان يهدي الجسم أو يقلل الكورتيزول ده، الكورتيزول بيفضل يتفرز في الدم بصورة مستمرة لحد ما بيبقى عامل زي مقاومة الأنسولين كده. الجلوكوز موجود والأنسولين موجود، بس الخلايا مش شايفاه ومش عارفة تتعامل مع الموضوع. نفس الكلام بيحصل ان التوتر بيكون زايد قوي، وكمان هرمون الكورتيزول بيكون عالي قوي، بس مش عارف يسيطر ومش عارف يقلل التوتر في الجسم، لحد ما بيحصل حاجة اسمها الادرينال فاتيج او الاجهاد الكظري، وده نتيجة التوتر بصفة مستمرة. واعراضها بتكون التعب الشديد والخمول ودهون متمركزة في منطقة البطن، وبتحس ان انت مش بتفوق ابدا من غير كافيين، ودايما بتشرب كافيين بصفة مستمرة علشان تفوق. كمان بيكون في اضطرابات في النوم وقلة تركيز وخمول وتعب طول الوقت، الاحساس بالقلق والتوتر والتفكير الزايد. كل دي علامات ارتفاع الكورتيزول في الدم وعلامات الاجهاد الكظري. 5 حاجات تساعدك تقلل هرمون الكورتيزول. اول حاجة وهي التعرض للشمس. التعرض للشمس وان انت تاخد كفايتك من فيتامين دي بيحسن جدا من كفاءة الغدة الكظرية اللي مسؤولة عن إفراز هرمون الكورتيزول، وكمان بيقوي المناعة وبيحسن من الصحة النفسية بشكل كبير قوي. تاني حاجة ممارسة بتفرز هرمونات كتيرة بتزود السعادة في الجسم وبتقلل التوتر. تالت حاجة تقليل السكريات وتقليل الأكلات اللي بتزود الالتهابات في الجسم زي الجانك فود والزيوت المهدرجة. رابع حاجة ان انت تحسن جودة النوم بتاعك، ان انت تشرب حاجات تهديك قبل النوم وتقلل الكافيين في فترة الليل، تبعد عن استخدام الشاشات خالص قبل النوم على الأقل بساعة. آخر حاجة ان انت تعرض لجسمك لمية ساقعة، سواء حمام التلج اللي بيحصل او ان انت تاخد شاور ساقع. الحاجات دي بتهدي الجسم جدا وبتقوي المناعة وبتقلل الالتهابات في الجسم. كمان الاكلات اللي بتحسن من كفاءة الغدة الكظرية بتنظم افراز هرمون الكورتيزول. اول حاجة هو العرقسوس. العرقسوس من احسن الحاجات اللي بتظبط هرمون الكورتيزول وبتحسن كفاءة الغدة الكظرية وبتقلل التوتر. تاني حاجة فيتامين سي. فيتامين سي اكبر تركيز ليه في الغدة الكظرية وعامل مؤثر جدا في افراز الكورتيزول. والاكلات الغنية بفيتامين سي هي الفلفل الالوان والفراولة والجوافة والفواكه الحمضية زي البرتقال والليمون. كمان نهتم بالأكلات الغنية بالبوتاسيوم علشان تقلل من احتباس المياه في الجسم وتحافظ على التوازن ما بين البوتاسيوم والأملاح اللي موجودة في الجسم. كمان فيتامين بي، بالأخص فيتامين بي 5، بيأثر جدا على مستويات الكورتيزول في الدم. علشان كده لازم نحافظ على طبق السلطة أو أكل الخضروات كل يوم